أيقونة الرياضة القطرية عرف تفاصيل الصحراء، فكان من السهل عليه القيام بما قد يستحيل على الآخرين. القطري ناصر العطية أراد أن يكون بطلا من طينة خاصة، فحق له ذلك بما قدمه ويقدمه من مستويات عالية وما يمنحه من فخر للرياضة القطرية. العطية رغم الصعاب والعوامل المناخية نجح في التتويج بلقب رالي دكار للمرة الخامسة كإنجاز فريد، فلا الهضاب ولا الرمال ولا الحرارة ولا أي صعوبات كانت قد أوقفت العطية، حيث عمل على استثمار الثواني واللحظات رفقة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل ليحقق اللقب مرة جديدة. وعلى الأراضي السعودية حقق العطية اللقب الثاني على التوالي ليحرز إنجازا جديدا للرياضة القطرية بصورة عامة ورياضة المحركات بصورة خاصة، ويصبح ثاني أكثر سائقين في التاريخ تتويجا باللقب في فئة السيارات خلف الفرنسي ستيفان بيترانسيل الذي أحرزه 8 مرات. كما توج العطية بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية لموسم 2023 ليحرز اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي. وتوج ناصر العطية بلقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للمرة الأولى بشكلها الجديد، حيث سبق أن حققها بشكلها القديم 5 مرات، ليتفوق هذا الموسم على أقرب منافسيها السعودي يزيد الراجحي. إنجازات جديدة وألقاب فريدة من النجم القطري الذي تعتبر سنة 2024 مناسبة جديدة للتميز سيما على المستوى الأولمبي، كما يسعى للصعود أكثر وأكثر إلى منصات التتويج مرسخا نفسه أحد أصعب المنافسين في مجاله.